تخيل بقى ان واحد يسيب شغله ويجمع كل الفلوس اللي معاه ويستلف ويطلع عينيه عشان خاطر يجيب عربيه يشتغل بيها في النقل الذكي، ما تبقاش عربيه جديده، عربيه مستعمله، ويبقى حلمه بقى ان هو ينزل ويجيب فلوس ويسد اللي عليه والدنيا تبقى معاه زي الفل. بس في غمضه عين يلاقي نفسه محبوس 3 سنين وعليه 50,000 غرامه بسبب غلطه هو ما عملهاش. تعال نشوف القصه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله جايين نكلمكم في موضوع مهم جدا يخص شغلانه النقل الذكي. غلطه قاتله، غلطه اغلبنا بيغلطها واغلبنا بيعملها، بس الغلطه دي ادت ان كابتن يخش السجن 3 سنين في تهمه هو ما عملهاش، او غلطه هو ما كانش عارف عنها اي حاجه. فاحنا جايين نحذر الناس ان الغلطه دي غلطه قاتله، وخلي بالك منها واوعى تقع فيها، عشان ادت للكابتن اللي هو احنا اتكلمنا عنه في رمضان اللي فات، كابتن احمد نبيل ابراهيم. الكابتن ده حصل له مشكله وهو العائل الوحيد لاسرته، وتم الحكم عليه ب3 سنين سجن. فالكابتن ده وهو جوه السجن بعد ما اتحكم عليه باعت رساله واستغاثه للرئيس عبد الفتاح السيسي. فهو والدته بعتت لي الجواب اللي هو بعته، وانا عاوز اقرا لكم الجواب عشان تعرفوا الموضوع بالنسبه له بقى صعب ازاي، والموضوع يعني مؤثر جدا وصعب جدا. تعالوا نقرا الرساله. الرساله اللي كاتبها الكابتن بتقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي احمد نبيل اسماعيل ابراهيم، أوجه رسالتي إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا سواق اندرايفر وديدي وكريم، وتعرفت على شخص من برنامج اندرايفر وركب معايا ووصلته مشواره، وأثناء المشوار قال لي هسجل رقمك. بتحصل مع ناس كتير إن هو يسجل رقمك عشان عجبه أسلوبك، عجبه عربيتك، مش عارف إيه. قال لي هسجل رقمك عشان لما أعوزك في مشوار تجيلي وتوصلني على طول، بدل ما استنى البرامج والكلام ده، لا أنت تجيني على طول مباشر. قال له مفيش أي مشكلة عادي. وبالفعل خد رقمي ووصلته 3 مشاوير داخل القاهرة على فترات. وفي مرة اتصل بيا يوم 22/3/2024، قال لي رايح عند صاحبي في العالمين، تيجي توصلني؟ قلت له ماشي مفيش مشكلة تمام. في الوقت ده كان معايا رحلة على البرنامج اللي هو برنامج اندرايفر. وصلته مطار القاهرة، وبعدها رحت ليه عشان نسافر العالمين. واثناء الطريق هو قال له هتوديني، بس اثناء الطريق بيقول له ايه بقى؟ بيقول له انت هتستناني ساعه وهرجع معاك وهتنتظرني ساعه. قال له مفيش مشكله ماشي، عشان كده كده الكابتن لما بيروح مشوار سفر بيرجع فاضي. فقال له عادي مفيش مشكله استناك. بالفعل رحت، واحنا راجعين كان معاه شنطه. الراجل راح استلم شنطه هناك، كان معاه شنطه كده، وقال لي انه جايب مستحضرات تجميل من هناك. واتقبض علينا اثناء التفتيش. طلع ان الشنطه اللي معاه دي مخدرات، وانا والله العظيم مظلوم. ومن يوميها لحد النهارده وانا في اسم الضبعه باخد تجديدات، عمال ياخد في تجديدات من رمضان اللي فات. وبعدها اتحكم عليا ب3 سنين سجن و50,000 جنيه غرامه. غلطتي اني وافقت على المشوار خارج الابليكيشن، لكن مش طمع والله ابدا. لكن الحكايه ان انا اللي بصرف على امي واخواتي البنات، انا ماليش غيرهم وهم مالهمش غيري. وكنت بجمع فلوس قسط العربيه. والله العظيم انا غلبان وماشي جنب الحيط ومش باذي حد، انا مظلوم وبريء. انا لو بتاع مخدرات كنت هجيب عربيه قسط موديل قديم وعلى كذا سنه وقسطها على كذا سنه. لو انا تاجر مخدرات، يعني بيقول لو انا تاجر مخدرات كنت هجيب عربيه قديمه فيرنا وقسطها على كذا سنه وهي شكلها قديم، عشان هو ما كانش شغال اوبر، عشان اوبر بتاخد اقل حاجه 2010 في الفيرنا. فما علينا، انا بخاف ربنا والحمد لله على كل حال، لكن انا مظلوم وعايز اخرج من هنا. انا ماليش ذنب في حاجه، والله انا مجرد سواق، ماليش علاقه بحد ولا اعرف حد. انا بتمنى ان صوتي يوصل لحضرتك وتنقذني من هنا، عشان انا ماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، وامي واخواتي البنات لا ليهم حول ولا قوة، وبتمنى ان حضرتك تخرجني من هنا. دي كانت رسالة الكابتن المظلوم كابتن احمد نبيل ابراهيم، بيبعتها الرئيس الجمهورية، ووصل نخته توصلها او تبعتها عن طريق البوسطة للرئاسة وكده. فانا يعني خدت الرسالة قلت اقولها لكم، بحيث ان لو حد يعرف يوصل رسالته لرئيس الجمهورية. الشاب ده شاب غلبان، هو اللي بيصرف على اخواته، طالع مش عارف كان تعليمه دبلوم اعدادي حاجه زي كده، وطلع وبدا يصرف على اخواته عشان هو ملوش غير اخواته. هو على اختين بنتين ووالدته ست كبيره قاعده في البيت، واخواته البنات ما بيشتغلوش، وهو اللي كان بيصرف على الاسره دي. وجاب عربيه فيرنا معرفش بقى موديلها كام، قسط العربيه 7500 جنيه في الشهر، وعلى حوالي سنتين.
فالراجل ده طلع زي ما قلت لكم مشوار خارج الابلكيشن. فاحنا عشان كده بنقول السفر بالذات يا جماعه اوعى تطلع بره الابلكيشن تبع اي حد وتقول له هوديك، ما تضمنش اللي انت رايح توصله او توديه ده ايه ظروفه، كويس وحش، في اي حاجه هيجيب حاجه غلط مش عارف ايه، وهو كان ضاحك عليه وهو موريه ان هو بقى برستيج وبيوصله مشوار وبيديله حقه ومش عارف ايه، فطلع معاه المشوار ان هو مأمن له ان هو اشتغل معاه كذا مشوار وما حصلش منه اي مشكله وما حصلش اي حاجه غلط، فهو كان رايح ومأمن له قوي. فدي غلطه، هو حتى ذاكر في الجواب ان هو غلط الغلطه دي. فاحنا عاوزين نقف جنب الكابتن ده، عاوزين نوصل رساله الكابتن ده لاعلى مستوى، عاوزين نشير الفيديو عشان ده كابتن اتظلم او يعني محبوس في حاجه هو ما عملهاش. وباذن الله يعني والدته بتقول لي ان هم احتمال ان شاء الله يعملوا نقد وكده، واحنا كلمنا الناس والناس جمعت له قرشين حلوين في رمضان ودفعوا قسط العربيه وادوا المحامي فلوسه وحاجه، ويعني الحمد لله الناس وقفت بجد وقفه صح. فاحنا عاوزين نكمل وقفتنا. انا على فكره انا بتكلم على حد حصل له مشكله بتكلم عليه مره واحده بس، الموضوع ده سبحان الله بتواصل مع اهله من ساعتها. الموضوع صعب جدا، يعني لو في حد عاقل للاسره، لو هو ليه اخوات ولاد، لو ليه حد قريبه يساعد اهله يقف معاهم، لا مالهمش اي حد. هو احمد هو كان العائل الوحيد للاسره، ودلوقتي ما فيش حد عاقل للاسره، والاسره دي يعني ربنا يكون في عونهم، وايجارات وقسط العربيه ومش عارف ايه، والحمد لله الناس ساعدتهم شويه والموضوع وقف. فاحنا عاوزين نكمل المسيره. احمد ده واحد مننا وحصل له مشكله واتحبس، فعاوزين نقف مع اهله بجد. ده رقم اهله للتواصل معاهم، تحسسهم ان انت واقف جنبهم، تساعدهم باي حاجه. الرقم ده برضك عليه فودافون كاش، اعمل اي حاجه تقدر عليها، اي حاجه. انا والله العظيم ثلاثه يعني انا مش أنا لو اقدر اقدم لهم اي حاجه. عاوزين نقف مع الناس دي بجد. انا عن نفسي مش هتخلى عن الناس دي وهقف معاهم لغايه اخر يوم، لغايه ما باذن الله احمد يطلع من حبسه ان شاء الله، ربنا يكرمه في النقض او في الاستئناف ده ويطلعوه ان شاء الله، او يعني صوته يوصل للرئيس يحاول يساعده باي حاجه. فاحنا عاوزين نقف ورا الناس دي. الناس دي ده واحد مننا، ودول زي ما هم اخواتنا، واحنا نقف معاهم باذن الله لغايه ما احمد يطلع من مشكلته اللي هو فيها، اللي هو يعني شاب ربنا يصلح حاله، كان بيصرف على اهله، عنده قسط عربيه، عنده دنيا، عنده حوار العربيه لو متراكم عليهم اقساط ممكن يسحبوا منهم العربيه، بس العربيه لسه محبوسه، لو طلعت ممكن تتاخد عشان الاقساط اللي عليهم عشان الكلام ده. فانا عن نفسي واقف ومكمل مع الناس دي للاخر. قول لي بقى انت واقف مع الناس دي ومكمل ومعتبرهم اخواتك زي ما هم اخوات احمد ولا ايه؟ محدش عاقل للاسره دي خالص. فعاوزين احنا اللي نكون في ظهرهم واحنا اللي معاهم لغايه ما باذن الله احمد يطلع ويشكركم ان شاء الله على اللي انتم عملتوه مع اهله. واعتبر نفسك مكان احمد. يعني انت ممكن يكون ليك اخوات، ليك عيله، لو لا قدر الله حصل لك مشكله هتلاقي اللي يقف في ظهرك. تخيل بقى اللي ملوش حد وهو العائل الوحيد لاسرته، مين هيقف ورا اهله ومين هيقف في ظهره لغايه ما يطلع من اللي هو فيه؟ فخلينا احنا اللي واقفين معاه. يعني ما حدش وقف معاه لا شركات ولا الكلام ده. واتكلمنا قبل كده على ان درايفر والشركات ما بيقفوش ورا حد وما بيدوروش على حد، وهو غلط غلطه ان هو طلع بره الابلكيشن. فاحنا عاوزين احنا اللي نكمل. وزي ما قلت لكم قبل كده خير الناس انفعهم للناس. بس انا مش هقول حاجه تاني وانتوا بقى اللي تقولوا.